السلام عليكم، اهلا بيكم في قناتي سويت اند سوا مع رنا. يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هنعمل بقى النهارده الصوص الابيض او وايت صوص بس بطعم الجبنه اللي بنشتريه من بره بمبلغ. هقول لكم مفيش اسهل ولا ابسط من كده. على كوبايه بنحط معلقه كبيره من النشا ومعلقه كبيره من الدقيق، معلقه هرميه من النشا ومعلقه هرميه من الدقيق، وهنحط عليهم 3 معالق زبده سمنه زي ما انتم عايزين، ميكس سمنه وزيت زي ما انتم عايزين، وهنحط نص معلقة هرمية من طعم الجبنة. عارفين طعم الجبنة اللي بنحطه على الفشار الأطعمة اللي بتتباع دي أو من عند العطار، بس هاتوا طعم يكون مركز جدا، التركيز بتاعه عالي، ويكون كمان هو كمان في حطوه كده على لسانكم هتحسوا فعلا بطعم الجبنة. ده هيغنيكوا تماما عن كل الحاجات دي كلها. هنمسكهم وهنشوحهم على النار زي ما انتم شايفين كده، كأننا بنعمل بشاميل عادي خالص، ونشوحهم يا دوبك بس ياخدوا لون كده، والروايح بقى تبتدي تطلع كده وتهل عليكم، اعرفوا كده انه تمام جدا. بعد ما شوحت هعمل ايه؟ هضيف كوباية من اللبن او الكريمة، وهضيف عليه كوباية من مية سلق المكرونة. انا حطيت معلقتين، يبقى معلقة كوباية من سلق المكرونة او مية عادية لو انتم ما حطيتوش سلق المكرونة. لو عندكم شوية مكرونة باقيين مثلا في التلاجة وعايزين تحولوها لأكلة كده من اللي هي، وهتحطوا كوباية من اللبن او كوباية من الكريمة اللباني. عايزين تحطوا ما عندكم لبن وعندكم قشطة ممكن نحط لبن وقشطة هتديها غناوة عالية جدا. عايزين تحطوا سلام بقى كمان لو عندكم، بس شايفين الحاجات اللي طالعه قصادكم دي شوية خضروات مجففة زي البقدونس كده، يا خبر ابيض هينقلها لكم نقلة تانية خالص. تمام. اول ما هلاقيها ها يا دوبك بتغلي كده معايا، هعد بالظبط 40 ثانية، كل ده على نار متوسطة. هوبا واروح نازلة بالمكرونة على طول المسلوقة، واديهم تقليبة كده مع بعض واخليهم يشربوا وينسجموا مع بعض كده. اهم حاجة ان المكرونة بتاعتنا ما تشربش الصوص كله، لازم يكون فيها زي مية، لازم يتبقى شوية صوص، ما تخلوهاش تشرب الصوص كله. تمام. هنشوح بقى طبعا المكرونة بتاعتنا مسلوقة 7 دقايق بالظبط، وهنخليها 3 دقايق ونهدي النار بقى، يعني 3 دقايق بس النار تكون اهدى من المتوسطة، اقل من المتوسطة واعلى من تسوية الرز. بس تعالى بقى اوريكم الجمال. بصوا انا عايزه اوريكم المنظر. بصوا وريحتها يا جماعة، وطبعا ريحة الجبنة طبعا غنتنا تماما عن ولا اننا نبشر جبنة رومي ولا بارميجان ولا الحاجة خالص 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 خالص. بصوا شايفين الجمال عامل ازاي. طبعا ممكن تحطوا فيها فراخ، تحطوا فيها تعملوها سادة زي انا عاملاها كده زي ما تحبوا. اتمنى ان الفكرة تكون وصلتكم والفيديو يكون عجبكم، واشوفكم في فيديو تاني واقول لكم السلام عليكم.